تخيل تبقى قاعد في البيت في حته في جسمك بتوجعك فتشاور عليها حرفيا وتقول انت حاسس بايه، فيقول لك ايه اللي احتمال الامراض اللي موجوده عندك ايه، وممكن تعالجها من غير ما تروح للدكتور ولا لا، وامتى تروح للدكتور، ولو رحت للدكتور ايه الحاجات اللي لازم تعرفها للدكتور، وايه الاسئله اللي لازم تسالها له. كل ده في تطبيق موجه للناس العامه، بتخش على الموبايل بتاعك وتشاور حرفيا على المكان اللي بيوجعك فيعرفك انت تروح للدكتور ولا لا، ولو رحت للدكتور تعرفه ايه وتساله ايه. خلي بالك التطبيق ده موجه للناس العامه، ما بالك بقى بالتطبيقات اللي موجهه للصيادله والاطباء، بيعرفوا ازاي يشخص، وبيعرفوا كمان بناء لاخر جايد لاين وازاي يفرق بين التشخيصات. بالنسبه للصيادله بيعرفوا ان هو ايه الجايد لاين العلاجي الموجود. بتوصل كمان ان هو لو المريض بشرته فاتحه او بشرته غامقه بيكتبوا له بروتوكول علاجي مختلف عن التاني. ففي تطور مرعب في مواقع الذكاء الاصطناعي، وده اللي هنعرفه في سلسله الحلقات اللي جايه ان شاء الله. عاوز بس اوريك، يعني انت مثلا دلوقتي احنا هنفتح التطبيق دلوقتي كده، الصوره المفروض ان هي ظهرت معاك دلوقتي، بدات تظهر معاك. شوف تخيل كده انت دلوقتي ظهر قدامك، بتكتب هو انت عندك كام سنه، وانت ذكر ولا انثى، وجسمك قدامك حرفيا، الجسم ظهر قدامك دلوقتي وانت بتختار ايه الحته اللي بتوجعك. وليكن مثلا اخترنا عندنا الم في المعده، هل الالم فين في المعده، موجود هنا ولا موجود هنا، ده هنا ولا تحت. بتختار مثلا ان هو هنا، انا عندي حموضه في المعده. هتبدا بقى ايه، تختار الاعراض اللي عندك، انا اختار اي اعراض، وبعدين ادسمت. هو قاعد بقى بيبحث ويقول لك ايه تاني، بياخد له نص دقيقه كده تقريبا، دي شويه كده وهيظهر معانا. ايوه، هو النتيجه ظهرت معانا. ايه اكتر عرض ظاهر عندك؟ يعني الهرتبن مثلا. ولو انت بتاخد ادويه معينه او حاجه بتكتب له انا باخد ادويه الفلانيه، تكتب المواد الفعاله. او لو هي مثلا حامل او عندها امراض مزمنه او عندها حاجه لسه عامله عمليه قريب او حاجه، بيكتب هو الحاجات اللي هو عاملها. وبعدين نيكست، هو بقى بيقعد ايه الاحتمالات اللي تكون عندك. هل انت عندك ايه، كانسر بس ده احتمال ضعيف، لا ده حموضه، لا ده تقرحات، ده مش عارف ايه. فانت كاتب لك الاحتمالات اللي انت تكون عندك، بتضغط على اي احتمال مثلا بيعرفك نبذه عامه عنه، بس ما بيكتبلكش، بس مش بيكتب لك التشخيص او بيكتب لك الحاجات دي. وبعدين بقى مش بيكتب لك التشخيص، بيعرفك ازاي تروح للدكتور، امتى تروح للدكتور وامتى ما تروحش للدكتور. فبصراحه الذكاء الاصطناعي ده تطور مرعب جدا جدا جدا. مش عارف احنا هل هو يلغي مكان الاطباء والدكاتره مستقبلا ولا لا. لو عاوز بقى تعرف كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تابعني وانا اعرفك ازاي تستعملها لو انت طبيب او صيدلي. سلام.